عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا بدات بقى لها تقريبا 10 ايام. هو الفيديو ده كان المفروض يجي قبل المدارس، بس هو بقى اللي جه متاخر بقى، معلش. عايزه اقول لكم وحشتوني جدا جدا. انا بقالي كتير ما صورتش وما نزلتش اي فيديوهات خالص. بس حبيت بقى اجيلكم بقى بحاجه كده، ايه، مفاجاه بقى، مش هخش بايدي فاضيه. جبت لكم حاجه كده تنفع لللانش بوكس وللفطار الصبح، لاي حد رايح الشغل او رايح المدرسه. تمام. طبعا بقى الوصفه اللي انا هعملها لكم النهارده حاجه بسيطه سريعه، ممكن تتعمل الصبح قبل ما نروح المدرسه، وممكن نعملها ونحطها في التلاجة ونطلعها مثلا نسخنها في الميكرويف او اي حاجه زي كده. طبعا بقى ايه، يا جماعة البطاطس طلع ملهاش، طلعت ممكن تتعمل بوصفات تانية، مش بس صينية البطاطس، ومش بس البطاطس الصوابع، لا ليها استخدامات تانية. النهاردة بقى هقولكوا هنعمل بيها ايه. اول حاجه كده انا عندي بطاطسيات، 3 بطاطسيات كبار كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا اول حاجه هعملها ان انا هبشرهم وهرجع لكم تاني عشان اوريكم بقيه المقادير واقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما بشرت البطاطس زي ما انتم، دلوقتي بقى هعمل ايه، هغسلها كويس. هحط عليها ميه وهصفيها من الميه، يا اما بمصفى وادوس عليها جامد لحد لما ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه، لا اما همسكها بايدي واعصرها كويس قوي من الميه، وبعد كده ايه ارجع احطها هنا في الطبق. دلوقتي بقى انا هروح اغسلها كويس جدا زي ما قلت لكم، يا اما قماشه نظيفه احطها فيها بعد ما تتغسل، احطها في قماشه نظيفه واعصر عليها كويس جدا لحد ما تصفى من كل الميه اللي فيها. دلوقتي انا هغسلها واصفيها وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى انا كده بعد ما غسلتها وصفيتها كويس جدا، انا نقلتها لطبق تاني كبير. الطبق التاني كان يا دوبك على قد البطاطس، وانا لسه هحط عليها مقادير تاني وعايزه اقلبها كويس، فعاوزه حاجه واسعه بحيث ان هي اعرف اقلبها. تمام. عندي اول حاجه كده 3 معالق كبار مليانين دقيق، اللي هي يعني معلقه هرميه كده مليانه. لكل بطاطسايه كبيره معلقه دقيق، فانا حاطه 3 بطاطسايات، فهحط لهم 3 معالق ايه دقيق. تمام. عندي معلقه ملح، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بهارات اللي هي ال7 بهارات يعني. عندي بضايه واحده هحطها كده. دلوقتي بقى انا هقلب كل المكونات مع بعضيها. بصوا بقى اهو، بعد ما قلبت كل المكونات، قلبتهم كويس جدا. تمام. هحط بقى طاسه على النار وهقول لكم هنعمل ايه تاني دلوقتي. بصوا بقى، عندي طاسه على النار، هحط فيها المكونات اللي دلوقتي الوصفه هعملها اقراص كده وهوريكم دلوقتي. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا جماعه، اهم حاجه ان النار تكون على درجه هاديه، علشان لو عاليه البطاطس هاديه شويه. تمام. عندي بقى علبه بلاستيك اهي، هحط فيها المكونات ديت، وهوريكم برضو انا هستخدمها هعمل بيها ايه. بصوا بعد ما حطيتها في العلبه، بصوا انا مش مخليه سمكها تخين قوي ولا رقيق قوي. بصوا تقريبا قد ايه. بصوا هو سمكها يعني ايه، ولا رقيق قوي ولا تخين قوي يعني، ولا رقيق قوي عشان ما ينشفش، وكمان ولا عشان ما يبقاش ناي من جوه ومحمر من بره او مستوي من بره. دلوقتي بقى انا هقلبها في الطاسه هنا اهي. بعد ما قلبتها في الطاسه، بس لازم ادهن الطاسه حاجه الاول، العلبه زيت الاول او حاجه ما تخليهاش تلزق، لان هي نزلت بصعوبه بصراحه من العلبه. هعمل بقى ايه، هعمل دلوقتي وهرجع لكم تاني عشان اوريكم ايه اللي هعمله تاني. بصوا بقى، بعد ما مليت الطاسه وزي ما قلت لكم انا موطيه عليها، هجيبه. تمام. بحيث ان هي ايه
تستوي من جوه ومن بره مع بعض. تمام. دلوقتي بقى بعد ما تستوي هرجع لكم وهوريكم عملت فيها ايه تاني. بس اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. بصوا بقى يا جماعه، انا كده هي احمرت، انا رحت قلباها، يعني هي مش باينه قوي من الكاميرا. هي كده احمرت، يعني هي كده ايه، الناحيه التانية هي لسه هتستوي والناحيه ديت احمرت اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. دلوقتي بقى هنيجي للحظات المهمه في الموضوع كله. هحط عليها كاتشب. انا هحط كاتشب لان احنا بنحب طعم الكاتشب في الاكل. عاوزين تحطوا صلصه بيتزا اوكي، عايزين تحطوا صلصه اللي هي بتبقى في البطرمانات او في الاكياس دي برضه مفيش مشكله. عايزين تحطوا بيوري طماطم برضه مفيش اي مشكله. هو البيوري هو الصلصه اللي في البطرمان اللي هي اللي بتبقى في الكيس هو. تمام. دلوقتي انا هحط عليها الكاتشب وبرده هرجع لكم تاني علشان اوريكم هحط عليها ايه تاني. بصوا حطيت عليها الكاتشب، هبدا بقى ان انا اوزعه كده عليها. عايزه اقول لكم الريحه تحفه حلوه قوي يا جماعه بجد، فما بالكم بقى بالطعم، يا لهوي بجد الريحه حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم انا ما رضيتش اتعشى معاهم، انا دلوقتي الساعه 10 اساسا ما رضيتش اتعشى معاهم علشان ادوقها. عشان ايه؟ مستنيه الحاجات الحلوه ديت لما تتعمل. انا كده اهو دهنت البطاطس بالكاتشب، وهرش عليها بقى ايه زعتر كده وبابريكا اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا جبنه موتزاريلا. عايزين تحطوا شيدر اوكي مفيش مشكله، عايزين تحطوا خليط بين الجبنه الموتزاريلا والشيدر برضو مفيش مشكله، عايزين تحطوا موتزاريلا بس زي ما انا عملت كده برضو مفيش اي مشكله خالص اهو. زي ما انتم شايفين كده هحط عليها بقى كلها بالشكل ده كده اهو. عايزه اقول لكم يعني انا مستنياها بفارغ الصبر ان انا ادوقها من كتر الريحه بتاعتها ما هي حلوه قوي قوي. ماشي اهو. على فكره انا بحب طعم الجبنه الرومي والشيدر اصلا في الاكل، بس انا ايه بحب برضو مطه الموتزاريلا عشان كده انا محطتش اي حاجه تانية غير الموتزاريلا. هحط بقى عليها كده شويه بيف بيكن او لانشون يعني انا مقطعاه كده اهو. بعد بقى ما عملت كل الحشوه وحطيت عليها كده هاخدها برضو بالغطا دوت لحد برضو ايه لما الجبنه تسيح وتستوي من الناحيتين كويس جدا. وبعد كده هرجع بقى وهوريكم عملت فيها ايه تاني. بصوا بقى بعد ما جهزت وهطلعها بقى دلوقتي من الطاسه. بصوا بقى حاجه كده يا جماعه وهم بجد. ريحه تحفه وطعم تحفتين. ده بقى شكلها كده بعد ما طلعت من الطاسه. طبعا بقى انا هوريها لكم دلوقتي وانا بقطعها، طبعا هوريها لكم عامله ازاي، بس انا عايزه اقول لكم ان انا ماسكه الموبايل مش عارفه اصلا ان انا اقطعها بايدي، فيعني ايه هحاول اشوف حل كده علشان اوريها لكم وهي بتتقطع عشان اوريكم بقى ايه الجمال ده كله عامل ازاي. بصوا بقى، بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، بصوا يا خرابي يا خرابي على الجمال حلو قوي قوي بجد، بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. انتوا ليه رايكم فيها ايه؟ بتقرمش وجميله جدا بره كده، بتقرمش حاجه كده يعني ايه، حاجه كده في الخيال وهم انا هروح بقى ايه افترسهم. انا مش عارفه هعرف ابقى بكره ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني بجهز اللانش بوكس المارش للمدرسه، وكمان لان هو مدرسته من
ل10:30 أو 11، يعني مدة بسيطة. فأنا بستناه برا معايا صحابي حبايبي، بقعد معاهم وكده وبنفطر بقى مع بعض مش عارف ايه، فهاخد بقى منها معايا كمان عشان افطر منها وانا مستنيه ملك قدام المدرسه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.